السلام عليكم اخوتي، كي بقيتو؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ اموركم 5 الوغ اخوتي، كما جينا لكم بهذا الفيديو هذا على الفنانه بنت نجاة عتابو، على الفنانه المحترمه، على الفنانه اللي عطاتنا الكثير والكثير 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 والكثير، وهي مازال مسكينه كتعطينا الكثير. واي شفناها في شي بلاصه كنطفيو كل شيء ونتصنتوا عليها غير هي. ما نكذبش عليكم اخوتي، سمعوا اخوتي النصب والاحتيال كنصب لها هاد خينا على بنتها، على بنتها تزوجت مسكينه على طاعه الله ورسوله، كما كيجوجوا كاع المغاربه، كما كيجوجوا كاع المغاربه. البنت مسكينه تزوجت، هاد خينا هذا نصب عليها، هذا خوتي نصب عليها، هذا ما فكشي جواج، هذا نصب عليها. نجاة عتابو مسكينه ما نكذبش عليكم، عندها غير ديك العوينه باش كتشوف الدنيا كامله، ويجي واحد الشماته ويجي واحد الخررجي اللي مجوج اخوتي بجوج ديال العيالات، مطلق المراه وحده بالبنت ولا بالولد الاولى، والثانيه اخوتي عنده معاها جوج ولاد. هاد المراه هادي ديالو كنحييها، المراه ديالو الاولى اللي خرجت للصحافه ما خلاتوش يزيد في العمايل ديالو. الحمد لله اللي عطات واحد الميساج للسيده نجاة عتابو والابنه ديالها باش ينوضوا هاد خينا يوقفوه على حدو. نجاة عتابو هذا ميساج ليك اختي نجاة المحترمه، كما كنحترموك وكما كنقدروك زمان يامان، زمان يامان وحنا كنحترموك ليومنا هذا، وانت الوحيده اللي مشرفنا المغرب، ما كذبش عليك، في الاغاني الشعبيه، وشكرا لك بزاف. وهذا خلينا نصب عليك ونصب على بنتك، هذا ما نقبلوش، ما نقبلوش حنا كالقنوات ديال الشعب وكالشعب ما نقبلوش، هذا كخصك توقفي عند حدو. المهم اخوتي سمعوا الابنه ديالها مسكينه اش كتقول. انا ما دايره حتى شي حاجه اللي كتحشم، حتى اليوم كنتفاجئ بحالي بحالكم. ديك البنت اللي اتصلات بالصحافه وكتقول لهم انا كنتفاجئ براجلي عريس، والله كون عرفتو مزوج بك، كون كنت انا عارفو مزوج بك ولا حتى ب 0.1% غادي نتجرأ حتى انني نقول ليه السلام، ما عرفتوش مزوج. وكنشكرك ان شاء الله غادي نبدا في المسطره القانونيه ديال باش انا نحبسوا هادشي هذا كامل. العرس ديالي البارح كان البارح، وبقى بالحنه ديالي هي، واخا تحسبات دابا عليا تزوجت وغادي نطلق. والحبابي والناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج من الصباح، وانا ما دايره حتى شي حاجه اللي كتحشم باش انني نبقى مخبيه وما نهضرش. حاشا بنتي، حاشا. انا غادي نعطيك واحد من تنجي لك البوله اشاره اخوتي، سمحوا لي الاشاره ديالك، نرجعك للحاله الطبيعيه باش انني نبقى مخبيه وما نهضرش. انا بنت واحد الفنانه كبيره، بنت عائله كبيره، بنت عائله اللي معروفه ومشهوره، ما كنشوفش انك انا خصني نتخبى من شي حاجه. داكوغ بون. المهم باش ما نطولش هاد اللايف هذا بزاف، حيت انا الا ما عطيتش واحد التوضيح غيكون توضيح وحيد فقط. الا ما وضحتش هادشي اللي واقع، غادي نبقى في واحد البوزيسيون ديال انني انسانه فاشله، انسانه اللي دارت بها واللي ضعفت وصافي سات ومشات. وانا هادشي ما نديرش بحال هكا، طبيعي ما نديرش بحال هكا. انا امي مرا قويه بزاف وتا انا قويه بزاف، من المستحيل نطيح في الفخ ديال انني انا غادي نكون في واحد لا بوزيسيون دو فيبليس. جو نسوي با كوم سا. معنينا باش نكونوا متفاهمين. انا البارح كان عندي العرس،
البارح كان عرسي، وداز عرس زوين بزاف، داز عرس غزال، داز عرس بسيط بلا ما فيهش داكشي ديال الفخر، وما فيش داكشي ديال العرسات الكبار اللي فيهم مع احترامي جميع الناس وجميع اي واحد كيدير العرس ديالو كيف ما هو بغى وكيف ما هو تمنى وكيف ما هو كيشوفو غادي يعجبو. داكوغ، حنا كنحترمو لونفي ديال كل واحد. انا عرسي درتو بالطريقه اللي انا تمنيتها، يعني كنت دايره واحد 12 طبله، والناس الاقارب اللي كانوا معايا كاين بزاف الناس تقلقوا عليا لانهم ما حضروش، ولكن انا كنت بغيت العرس ديالي يكون هادشي فريمون اخوتي بسيط كيبكي، جدا. هادشي اخوتي يعني حتى كيبكي، من هادشي هذا العباية اخوتي حتى من كيبكي داكشي ما اللي غادي نكذبش عليك. يخليني زعما باينه واويتو، ما بغيتش ندير داكشي، بغيت ندير داكشي بسيط جدا بحالي بحال كاع بنات الشعب. انت صافي، بغيت سمعي ندير داكشي مسكينه، بسيط جدا، وهذاك الشيء اللي درت في عرسي. داكوغ، البارح درت العرس متواضع وزوين وبقى في الحب الحنه ديالي و حتى اليوم كنتفاجئ بحالي بحالكم كنتفاجئ بحالكم. ديك البنت اللي اتصلات بالصحافه وكتقول لهم انا كنتفاجئ براجلي عريس. اختي، انا بنت بحالك. داكوغ، انا ما نبغيكش تحطي في داك الموقف، وانا كنشكرك جزيل الشكر وكنقول لك ميرسي بوكو وتبارك الله عليك وبرافو عليك اللي بقيتي صامده وانك شفتي داك المنظر وشفتيه معايا. انا جو سي كو سي تري دور ا فيفر، والله يحفظ لك وليداتك وكوني على يقين والله كون عرفتو مزوج بك، لان حنا سولنا هنا في المغرب وكلشي ما دايرش لاكت. دونك حنا كون كنت انا عارفو مزوج بك ولا حتى ب 0.1% غادي نجرأ حتى انني نقول ليه السلام. انا ماشي تربيه هذوك وما تربيناش هكا، فانا ما كنتش عارفاه مزوج نهائيا ما عرفتوش مزوج. وكنشكرك وكنحيي شجاعتك انك طلعتي هضرتي وحاولتي توصلي لي لو ميساج. مع الاسف قلتي لهم انك صيفطتي لي ميساج ولا ستوري كانوا ديجا تنتشروا، انا ما شفتش وما في خباريش. وحيت انا عارفوا انه باقي مجوج على ما قلتي، وهو اعترف ليا قال لي شنو كاين. انا اليوم دابا شنو انا لي فوندغودي ان شاء الله غادي نبدا في المسطره القانونيه ديال باش اننا نحبسوا هادشي هذا كامل احتراما ليك. المهم اخوتي هانتوما سمعتوا كل شيء. بنت الفنانه بنت نجاة عتابو كيف اني مسكينه خارجه باداب واخلاق وشجاعه، خرجت مسكينه كتعاود داكشي اللي سمعت حتى هي مسكينه، قال لك بحالها سمعت داكشي بحالها مسكينه. حسبي الله ونعم الوكيل في هذا المسخوط هذا اللي سلط عليهم. هذا ما نكذبش عليك، هذا خاصو اقصى عقوبه خاصو. هذا ما نكذبش عليك. كناجدوا السلطات ديالنا المغربيه، كناجدوا اي حاجه. راه اي واحد اللي تولات له نفسه اللي يمشي يدير يتزوج على مراته وعندها جوج ديال الاولاد وبلا خبرها، هو عنده الحق يتزوج تعدد. اي واحد كيديرو عنده الحق يتزوج، ولكن خصو يعلم مراته وخصو يعلم هاد البنت مسكينه اللي عند امها غير هاد العوينه، وعند هاد البنيته هذه بنت حسن ديكو عنده غير هاد العوينه كيشوف بها الدنيا كلها، ويجي هو يغصبها هكا في الزواج ديالها وفي الحياه ديالها وهو مزوج جوج عيالات وهي الثالثه. هادشي ما نقبلوش وما نعصفروش، ما نديروش حتى في مخنا. وباينه فيها خوتي غير متصور ديالو هيا بيض في الدنيا. كو كانت هذا ميساج النجاة، هيا بيض في الدنيا كو كتبين لنا غير الخطبه ديالو نهار الاول. غنعطيو الراي ديالنا حتى حنا الشعب كما كتشارك معنا كل شيء. خصك اختي نجاة تشاركي معنا اي حاجه درتيها لبنتك، هذيك راها بنتنا حتى حنا. هذيك النهار اللي جوجتي بحسن ديكو راه حنا فرحنا لك ونشطنا معك وبارك لك
وقفنا معاك. انت دابا خصك ملي دير لك ودرتي لها غير الخطوبه قبل ما يدخل بيها وقبل ما يدير العرس الكبير وقبل كون شاركتي معنا الخطوبه ديالها، باش اي واحد غيعطي الراي ديالو، اي واحد في الشعب، الناس المحبين بك ولا العائله ديالك ولا الناس اللي دايرين بك يقدروا يكونوا كيعرفوه. دابا الناس اخوتي راه ما بقاش كتثيق، ودابا بقاش يا خوتي الثقه. دابا هذه تبارك الله فنانه مشهوره، ماشي غير مشهوره على الصعيد العالمي، داخل المغرب وخارج المغرب، فهمت اخوتي؟ وها هي دابا دارت بها، ها هي خوتي دابا دارت بها. ها باش اخوتي الواحد كيبغي يتزوج من اللي قرب عليه الناس، واخا يكون مسكين ولا ما عندوش ولا عنده، كيكونوا معروفين تفصلوا وتصلوا، فهمت ولا لا؟ دابا انتو سمعتوا اخوتي المراه ديالو قالت لك هو قال لها انا مريض بالكونسير في المعده، وهو كيسكن في قطر وماشي الاردن يدير العمليه ديال الكونسير. كيفاش هاد المراه ديالو اللي ما مشاتش باش تساعد راجلها؟ قال لك اخوتي هو قال لها ما مشيتش معايا بالحكم، هي موظفه في عام خاص في قطار الخاص وعندها 2 دراري، قال لها بلا ما تعذبي غنمشي غير راسي، وكيقول لها ما تعاوديش تعيطي لي في التليفون، مانعين عليا التليفون من دابا شهر ولا شهر ونص عاد نهضر معاك انا. هي هذيك تيدوز شهر العسل. وهو قال لك اخوتي خصو غير الوراق باش يمشي لاوروبا، الحلم ديالو الوحيد باش يمشي لاوروبا، باش نهار اللي يمشي لاوروبا يقول لك كلش ما فيك حليب، يقول لك كلش ما فيك حليب. هذا هو الحلم ديالو. ديك الساعات غادي يرجع لمراته وغيرجع لوليداتو، هذا هو الهدف ديالو. هو هادشي قال مراته كتعاود هادشي يا خوتي، راه خرجت عند الصحافه عند فاطمه الزهراء، شفتي في تحيه ليها وحطت الكارت ديال الزواج. هادشي اللي كتقول مراته راه حقيقي، راه ما كتكذبش اخوتي، مراته راه ما كتكذبش. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي اغتصب هاد البنت هذه مسكينه. حنا ما نحسبوش الزواج، حنا كنحسبوه اغتصاب. حقاش غدار واخا فرحوا به قد عيش في الدنيا مساكن. انا عارفه نجاة راه غطاتو بالحرير ونعساتو في الحرير. نجاة عتابو الفنانه ديالنا القديره راه فرشت له الحرير وغطاتو بالحرير، حقاش عندها غير ديك العوينه كتشوف بها. عندي سؤال واحد ليك بنت نجاة، علاش الوالد ديالك ما شفناش في العرس؟ علاش الوالد ديالك ما شفناش في العرس؟ لا كان شي سبب مقنع ولا كان عنده شي شغل ولا شي حاجه، ولكن هذا الفرح ديال بنته خصنا اوليجي نشوفوه. حسن ديكو دابا كون يوقع لك هذا المشكل غتلقاي باك في جنبك، هو امك، واخا راهم متفارقين مطلقين، ولكن هو الحسن ديكو دائما كيشكرك، كيقول لك عيني هي بنتي. ولكن هذا ميساج ليا الحسن ديكو ولا نجاة تعتابو، هذا خصك توقفي عند حدو، خارج المغرب وداخل المغرب. سؤال واحد عندنا، كيفاش هاد الزواج تزوج هو جوج العيالات مطلق، وكيفاش درت تتزوج بهاد البنت عزبه مسكينه بنت نجاة عتابو ما عمرها تزوجت، بقى مسكينه بالشرف ديالها وبالعرض ديالها، وبنت الشعب كما قالت هي، وحنا عارفينها بنت الشعب. كيفاش هاد خينا جاب هاد الوراق باش تزوج؟ خاصنا هذاك اللي عطى ديك الوراق باش تزوج. هاد خينا قال لك هو دار الكاغط قطري ما دارش مغربي، هذاك الشيء علاش ما كون داروا مغربي غادي يحصل. تحيه للسلطات ديالنا والله، يا اما يديروا مزور، يا اما هنا كاين في الحبس. ولكن دابا داروا قطري، خاص نجاة تمشي دير معاه الاجراءات في القطر فيدار بالكاغط بنتها عفوا اخوتي، فيدار الكاغط بنتها. وسمحوا لي اخوتي راني كنهضر بدون شعور، راني بكيت اخوتي، راني بكيت ديك البنيته مسكينه. اي وحده كتحلم بالليله ديالها
واي وحده كتحلم ب3 ايام ديال العرس ديالها، واي وحده كتحلم بالفطور ديال الصباحي ديالها. وكيفاش هاد البنت مسكينه مني صبحت الصباح ناضت لقات راسها في سوشيال ميديا. المراه ديالو خوتي عيطات للصحافه وقالت لك تدحييها. هذه بنت نجاة كتحيي الزوجه ديال هذا السيد، كتحييها اللي ما خلاتهاش تزيد تحمل ولا دير شي جولاد ولا علم الله شنو دار بيها. هذا راه اللي دار هادشي يقدر يدير حاجه اخرى. هذا خوتي اللي دار هادشي هذا راه يقدر يدير حاجه اخرى النجاة تعتابو ولا الابنه ديالها. دابا كنتمنى نجاة دير به الاجراءات قانونيه وتوقفوا عند حدو. هذا هو اللي كنتمناو اخوتي. ما نكذبش عليكم، انا اخوتي نخليكم بنت نجاة كتهضر سمعوها اخوتي. وسمحوا لي اخوتي وديروا لي اخوتي اللايك والبارطاج لهذا الفيديو، الله يرحم بها الوالدين. ديروا اللايك والبارطاج لهذا الفيديو، ديروا لنا باش يوصل صوت الحق، باش يوصل صوت الحق، صوت الحق، باش اي واحد تولات له نفسه يتفلى على شي بنت هو مجوج عنده الزوجه ديالو مشي يتزوج مرا اخرى بغير القانون ديالها عنده الحق تعدد، ولكن خصو ياخذ الراي ديال المراه ديالو. الا بغى يتزوج يمشي، وهذيك البنت مسكينه خصو يشاورها يقول لها راني متزوج، باش الا بغاتك بمراتك راه تقدر تجوج بك مراتك، راه عدد منهم، ماشي تخبى على تلعب على حبلتين، نضرب عصفور بحجرتين. لا، هادشي كان في عهد جدودنا، اما دابا راه حنا في العصر، دابا راه حنا في الحكم ديال محمد السادس نصره الله وايده. المهم اخوتي ديروا لي اللايك والبارطاج وكتبوا لي اخوتي في التعاليق الله يرحم بها الوالدين باش نشوف هذا الشيء هذا واش صحيح، واش كلامي كنهضر على الحق ولا غير ضويه خاويه. الله يرحم الوالدين ديالكم. اللايك والبارطاج ديالكم والتعاليق ديالكم كيهموني باش كنسمعكم كاملكم. انا خليكم اخوتي معنا مع بنت نجاة. نحبسوا هادشي هذا كامل احتراما ليك واحتراما لوليداتك واحتراما لحياتك الخاصه معاه. انا جو سافي با، ما كنتش عارفه داكوغ. وانا العرس ديالي البارح كان البارح وبقى بالحنه ديالي هي، يعني ما دازتش حتى 24 ساعه حتى كنتصدم بحالي بحالكم. الخير فيما اختاره الله. انا اللي كنتو عاقلين كنت قلت لكم كنت قلت واحد المنبر اعلامي ما بغيتش عرسي يتصور، ما بغيت حتى لقطه في عرسي تخرج، كنت قلتها لكم وانا داكشي اللي كنت باغا البارح.